حنا اللي بنينا قصر الحمراء، حماضيتو بساليتو، وتبارك الله على المهندسين اللي كيشيدوا القصور غير بالهاشتاغات. بغيت غير نفهم وبالعقل، الا نتوما نزلت عليكم هاد العبقريه المعماريه كامله، اشنو طرا لكم ملي رجعتوا لبلادكم؟ سال لكم الخشاب ولا وضرتوا الماتيريال في سبليون؟ بنادم كيمشي يخلق معجزات في اوروبا وفي ارضه ما تلقى حتى حجره مقاده. اجي دابا نشوفوا الوثائق. ملي المؤرخ والعسكري الصبليوني لويس ديل مارمول كارباخال اللي دوز كتر من 7 سنين في المغرب جا يوصف غرناطة في كتابه عام 1600، قال واحد الجملة وسمعوا مزيان بلاتي نكبر هادشي. and there you have it. ملوك غرناطة كانوا ديما كيقلدوا ملوك فاس، مدنهم، مواقعهم، ساحاتهم، بناياتهم، حكمهم، وبزاف ديال الجوانب اخرى كانت كتشابه لحد كبير. ذكر فاس، ما ذكرش الحجاز ولا الشرق الغرب ولا المريخ. شوفوا معايا دابا هاد العبارة اللي طالعة في الشاشة، أنا غادي نزومي فوالا. كنقراو المغاربة كانوا هما الأساتذة ديالنا ومن الواجب علينا نحترموهم، كانوا خوتنا وكيسالونا كل المحبة. هاد الجملة نطق بها المفكر الإسباني خواكين كوستا في خطاب رسمي وعلني في مسرح قصر الحمراء عام 1884. وقف قدام نخبة إسبانية سياسية كبيرة وشهد بهاد الحقيقة: المغاربة كانوا هما الأساتذة ديالنا. الراجل بحث في عظمات الإمبراطوريات المغربية، ما قالش أساتذتنا هبطوا من السماء ولا جاو من قارة أخرى. إلى الإسبان براسهم شاهدين، فداك التخربيق اللي كتعاودوا نتوما في مواقع التواصل الغير اجتماعية ما ساوي التبصلة في سوق التاريخ. ملي بغاو يرموا قصر الحمراء في بداية القرن العشرين كان حالته حالة كيشكي المولاه. واش المهندس ليوبولدو طوريس شد الطيارة للحجاز يقلب على كيفاش يصلحو؟ لا سيدي، جانيشان الفاس، حيت عرف باللي تما كاين الأصل. مشى يشوف المعلم المغربي كيفاش كيخدم باش يعتق الموقف. وكيف ما كتشوفوا هنا معايا، الكتاب ديالو فيه رسومات كتقارن بين المعالم دفاس وبالضبط جامعة القرويين وقصر الحمراء، حيت النسخة كتحتاج ديما ترجع للمطريسة الرئيسية ديالها. وإلا مثلا ما قنعكمش هادشي، ها هو الموقع الرسمي ديال مؤسسة مسجد غرناطة اللي كتمشيو تصوروا حداه، اللي هو أول جامع تبنى تما منذ 1492. قراو معايا شنو مكتوب: على يد حرفيين من فاس حافظوا على نفس التصاميم والتقنيات المستعملة في غرناطة الإسلامية قبل 1000 عام. قريتو مزيان شنو مكتوب؟ قبل 1000 عام. وجابوا الخشب ديريكت من جبل الأطلس، حيت عرفوا أن هذا الفن عنده عنوان واحد لا يتغير: المغرب. ونختموا لكم بهذه الضربة القاضية. مؤخرا في إشبيلية كانوا كيحفروا تحت واحد البار كيسميوه سيربيسيريا خيرالدا، وهما يطيحوا على حمام أثري نادر من القرن 12، نسخة من الحمامات المغربية. ملي بغاو يديروا لوحة تذكارية يوثقوا فيها صاحب هذه المعلمة، واش كتبوا سمية شقيف ولا جنداع ولا بنو الوهاج؟ لا سيدي، حطوا الاسم ديال اللي بنا بصح: السلطان الموحدي المغربي أبو يعقوب يوسف. بلاتي نزومي، شوفوا مزيان، خضروا عويناتكم.
التاريخ موثق نعم سيدي، تحت الأرض وفوق الأرض. وكما كيقولوا جدودنا، اللي ما عنده صنعة في بلادو تشهد ليه كيقلب على تاريخ سيادو يتبرع بيه. بيزو.